الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. أهلا بيكم طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي. إن شاء الله هنحل مع بعض الاختبارات على الدرس الثالث المادة وخصائصها. اختبارات كراسة الامتحان اللي هي فيها الاختبارات الدورية، الاختبارات والامتحانات الدورية. الاختبار ده يعتبر مراجعة على الدرس الثالث في الوحدة الأولى المادة وخصائصها. وعاوز كده الفيديو ده يوصل 20-30 لايك. يعني كل ما كترت اللايكات كل ما زاد انتشار الفيديو. وكانت طبعا الرسالة المرجوة منه كانت أفضل، وانتشارها يكون أحسن. أول سؤال بيقول: أكمل العبارات الآتية بما يناسبها من المخاليط التي يمكن تمييز مكوناتها بالعين المجردة. أكيد دي تبقى مخاليط غير متجانسة. مادام أنا أقدر أشوف المكونات بعينيا يبقى مخاليط غير متجانسة، يبقى مخلوط ممكن تقول الماء والرمل. بينما مخلوط نقط لا يمكن تمييز مكوناته بالعين المجردة يبقى مخلوط متجانس، يبقى مخلوط ملح الطعام والماء. يعمل فيتامين دي على ضبط مستويات الكالسيوم والفوسفور في الدم للوقاية من مرض هشاشة العظام. طبعا عنصري الكالسيوم والفوسفور مهمين جدا لبناء العظام والأسنان. يعتبر نقط مثالا لجزيء مركب عضوي. يبقى بدم مركب عضوي يبقى أكيد فيه بشكل أساسي أو يتكون بشكل أساسي من الكربون والهيدروجين. ممكن يكون في عناصر تانية أو لأ. فهناخد الميثان، عنصر الميثان أو غاز الميثان كمثال للمركب العضوي. بينما نقط مثال لجزيء عنصر عديد الذرات، يعني الجزيء بتاعه يتكون من أكتر من ذرتين. فعندنا طبعا مثال واضح هو جزيء غاز الأوزون. يتكون جزيء حمض النيتريك من نقط ذرات، يعني عاوز عدد الذرات في جزيء حمض النيتريك، وعاوز عدد العناصر في جزيء حمض النيتريك. الصيغة الجزيئية لحمض النيتريك HNO3. طبعا عندك في الكتاب مش موجود الصيغة الجزيئية، بس أنا بسهلها لك. يتكون هذا الجزيء من كم عنصر؟ الهيدروجين، النيتروجين، الأكسجين. يبقى 3 عناصر. وكم ذرة؟ أدي 1 هيدروجين، نيتروجين أدي 2، و3 أكسجين أدي 5. يبقى 5 ذرات و3 عناصر. السؤال اللي بعد كده: ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة أو علامة إكس أمام العبارة الخطأ مع التصويب. يعني تصحح العبارة الخطأ. يمكن فصل مكونات مركب أكسيد الزئبق إلى عنصريه بالفصل المغناطيسي. لا، غلط طبعا. لا، ده يمكن فصل أكسيد الزئبق بالتسخين للأكسجين والزئبق طبعا. يتكون جزيء صبغ الأزرق النيلي من 24 ذرة لنوعين من العناصر. طبعا عبارة خاطئة. هو بصراحة يتكون من 26 ذرة جزيء صبغة الأزرق النيلي، وأربع عناصر. 26 ذرة وأربع عناصر. طبعا عندنا الكالسيوم والنحاس والكبريت بشكل أساسي والأكسجين. يمكن فصل مكونات مخلوط الرمل والماء فيزيائيا بالترشيح. دي عبارة صحيحة لأنه مخلوط غير متجانس. يعد كل من الكربون وعلى فكرة هقول لكم سر:
ممكن فصل برضو مكونات الرمل والماء بالتسخين، ولا يعني بالتبخير والترشيح ولا والتكثيف برضو. يعني ممكن افصل مكونات مخلوط الرمل والماء بالتبخير والتكثيف برضو، زي فصل مكونات الملح وملح الطعام والماء. بس طبعا الترشيح اسهل بكتير من التبخير والتكثيف. يعد كل من الكربون وثاني اكسيد الكربون مواد نقية. دي عبارة صحيحة ليه؟ الكربون عنصر، وطالما عنصر يبقى من المواد النقية، وثاني اكسيد الكربون مركب من المواد النقية، والاتنين لا يمكن فصل مكوناتهم بالطرق الفيزيائية، فبالتالي هما مواد نقية. طبعا الكربون لا يمكن فصل مكوناته بالطرق الفيزيائية أو الكيميائية. ثاني أكسيد الكربون ممكن فصل مكوناته بالطرق الكيميائية، فبالتالي الاتنين يعتبروا مواد نقية، لأنه لا يمكن فصل مكوناتهم أو فصلهم إلى مكوناتهم بالطرق الفيزيائية. السؤال اللي بعد كده بيقول لك لديك عينتان A و B. العينة A تحتوي على محلول ملح الطعام، ولازم مادام قال لي محلول يبقى أكيد المية استخدمت في حل ملح الطعام، يعني أضيف الماء على ملح الطعام. العينة B تحتوي على ماء، ومن الواضح ماء فقط. يعني حدد نوع كل من العينتين تبعا لما يناسبها مما يلي: عنصر ولا مركب ولا مخلوط. العينة ايه نقدر نقول عليها ايه؟ ده محلول ملح الطعام، يبقى اكيد مخلوط متجانس من المية وملح الطعام، يبقى هنختار كلمة او هنختار مخلوط. العينة بي تحتوي على ماء فقط، والماء ده عبارة عن مركب طبعا من الهيدروجين والأكسجين. قارن بين العينتين A و B من حيث طرق الفصل. طبعا أنا بفصل ما بين مكونات العينة A لأنها طبعا مخلوط متجانس بالطرق الفيزيائية، والطريقة الفيزيائية اللي أنا بستخدمها هنا التبخير والتكثيف، ده في حالة محلول ملح الطعام. أما في حالة الماء فقط اللي هو مركب، وطبعا بفصل مكوناته كيميائيا بالتحليل الكهربي، فبيعطيني طبعا بعد فصل الماء غازي الهيدروجين والأكسجين. يبقى العينة ايه بفصلها فيزيائيا عن طريق التبخير والتكثيف لأنها مخلوط متجانس. العينة بي بفصلها عن طريق التحليل الكهربي لأنها مركب، وطبعا من المواد النقية. جميع المركبات طبعا من المواد النقية هي والعناصر. بعد كده الاختبار الثاني على الجزء الثاني من الدرس. اكتب المصطلح العلمي أو الاسم الدال على كل عبارة من العبارات الآتية: شبه فلز يوصل الكهرباء بدرجة أقل من توصيل الفلزات وأكبر من توصيل اللا فلزات. ده السيليكون، Si. السيليكون، عنصر السيليكون. وبرضه بيطلق على السيليكون إن هو من أشباه الموصلات أو شبه موصل للكهرباء. دي حاجة بره الدرس بتاعنا. خواص المادة التي يمكن ملاحظتها وقياس بعضها، دي الخواص الفيزيائية زي درجة الانصهار، درجة الغليان، الكثافة، اللون والطعم والرائحة، اللزوجة، وهكذا. مادة شفافة يدخل الهواء في تركيبها بنسبة 98.8، وتتميز بقدرة عزل كبيرة جدا. ده الايروجل. والايروجل الترجمة
الحرفية بتاعتها، يعني الجل الهوائي. هي مش جل، هي مادة صلبة، ولكن يطلق عليها الايروجل اي الجل الهوائي. سبيكة، وطبعا لم تستخدم حتى الآن على استخدام صناعي وتجاري واسع في العالم. يعني تقريبا تقدر تقول يقتصر استخدام هذه المادة على المراكز البحثية الكبيرة زي ناسا والمراكز البحثية في أوروبا وهكذا، ولكن لم تستخدم على نطاق واسع حتى الآن، لأنها طبعا باهظة الثمن. سبيكة مصنوعة من الحديد المضاف إليه بعض العناصر، وتستخدم في صناعة أواني الطهي. سبيكة الستانلس ستيل. يعني تقدر تقول الترجمة الحرفية بتاعتها الصلب الغير قابل للصدأ. كلمة لس في اللغة الإنجليزية بتنفي ما قبلها، يعني هوملس، يعني بلا مأوى أو ما عندوش بيت. ستينلس يعني غير قابل للصدأ أو غير قابل إنه يبقى يتبقع. يعني ستين يعني بقعة باللغة الإنجليزية، فبالتالي هوملس يعني ملوش بيت، وستينلس يعني غير قابل للصدأ. ترجمتها الحرفية بهذا الشكل. فسبيكة الستانلس ستيل بتستخدم في صناعة أواني الطهي. السؤال اللي بعد كده، اختر الإجابة الصحيحة مما بين الإجابات المعطاة. الشكل المقابل يوضح إحدى الخواص الفيزيائية المستخدمة في التمييز بين بعض المواد. ده إناء فيه مية، وفي مادة طافية على سطح الماء، وفي عملة معدنية بتغوص في الماء قدامك. طبعا الخاصية الفيزيائية المستخدمة في التمييز بين بعض المواد، طبعا هنا خاصية الكثافة. المواد اللي أقل كثافة من المية هتطفو فوق سطح الماء، والأعلى كثافة من الماء ستغوص في الماء. طبعا هو الاختيار به. أي الغازات التالية يستخدم في ملء إطارات السيارات بدلا من الهواء؟ الهيليوم ولا الهيدروجين ولا النيتروجين ولا ثاني أكسيد الكربون؟ طبعا حديثا، مش حديثا قوي، بقوا يستخدموا النيتروجين في ملء إطارات السيارات بدل من الهواء. وطبعا لأن النيتروجين لا يتأثر بارتفاع درجة الحرارة، ولا يتفاعل مع المطاط اللي هو مادة أساسية من مكونات إطارات السيارات. في حالة الهواء لما درجة حرارة الجو بتزيد، الهواء اللي جوه الإطار بيتمدد، فالإطار نفسه بيضعف. أما في حالة النيتروجين لما درجة حرارة الجو بتزيد، النيتروجين بيحتفظ بحاله كما هو، ولا يتأثر بارتفاع درجة الحرارة، وبالتالي لا يتمدد، وبالتالي حجم الإطار يبقى كما هو. فبيفضل طبعا بيعطي هذا سلامة أكتر وأمان أكتر لإطارات السيارة. من الخواص الكيميائية التي تميز معجون الأسنان أنها تحمر ورقة عباد الشمس، ولا أكثر لزوجة؟ دي طبعا أكثر لزوجة، ديت اللزوجة من الخواص الفيزيائية، وكذلك أقل لزوجة دي من الخواص. الاتنين دول من الخواص الفيزيائية. طبعا معجون الأسنان يزرق ورقة دوار الشمس، دي الإجابة الصحيحة. أما عندك طبعا عصير الليمون أو قطرات الليمون بتحمر ورقة دوار الشمس. كل مما يأتي يعبر عن الهيليوم عدا أنه غاز خامل، أقل كثافة من الهواء، قابل للاشتعال، ولا يستخدم في ملء المناطيد. طبعا ألف وب ودال من خواص الهيليوم، جيم ليست من خواص الهيليوم، يبقى جيم هي الاختيار الصحيح. عند تسخين مادة خضراء اللون في أنبوبة اختبار، تصاعد غاز ثاني أكسيد الكربون، ده نتيجة للتسخين، وتبقت مادة سوداء اللون في الأنبوبة. هل المادة الخضراء دي عنصر أم مركب؟ مع التفسير.
طبعا لو كان العنصر لا ينحل إلى ما هو أبسط منه بالطرق الفيزيائية أو بالطرق الكيميائية. المركب بس هو اللي بينحل أو بينفصل إلى مكوناته بالطرق الكيميائية. فالمادة الخضراء ديت تصاعد منها غاز ثاني أكسيد الكربون، وغاز ثاني أكسيد الكربون أصلا مركب، يعني يتكون من الكربون والأكسجين، وبالتالي يبقى المادة الخضراء دي مركب، لأن أحد مكوناتها طبعا غاز ثاني أكسيد الكربون، وغاز ثاني أكسيد الكربون أصلا يتكون من عنصرين، وبالتالي المادة الخضراء دي مركب. هل تسخين المادة الخضراء يكشف عن خاصية فيزيائية أم خاصية كيميائية مع التفسير؟ طبعا ده يكشف عن خاصية كيميائية، لأن شكل المادة وتركيبها تغير. ده كانت خضراء، تصاعد غاز ثاني أكسيد الكربون وتبقت مادة سوداء، فشكل المادة وتركيبها تغير بعد عملية التسخين. فبالتالي تسخين هذه المادة كشف عن خاصية كيميائية لهذه المادة، وانحلت إلى مكوناتها أو انفصلت مكوناتها بفعل التسخين، وأحد مكوناتها غاز ثاني أكسيد الكربون. بعد كده الاختبار 3 ده شامل على الدرس الثالث المادة وخصائصها. صوب ما تحته خط. تستخدم طريقة الترشيح لفصل مكونات محلول من مادة صلبة مذابة في الماء. طبعا مذابة في الماء يعني هيكون عندي مخلوط متجانس، والمخلوط المتجانس أنا بقول عليه أو بيطلق عليه كلمة محلول، وبالتالي لا تستخدم طريقة الترشيح. طالما في مية هنستخدم التبخير والتكثيف، يبقى مكان الترشيح هنكتب التبخير والتكثيف. تحتوي جزيئات المركبات العضوية على عنصر الكبريت بشكل أساسي، طبعا على عنصري الكربون والهيدروجين. لزوجة الماء تساوي لزوجة العسل. طبعا لزوجة الماء أقل من لزوجة العسل. لا يتأثر قالب الزبد بالارتفاع الكبير في درجة الحرارة. ده طبعا ممكن نستبدل قالب الزبد ده ونكتب قالب أو لوح الأيروجيل، لأن الأيروجيل طبعا زي ما درست بيتحمل درجات الحرارة المرتفعة. اذكر استخداما واحدا لكل من صبغ الأزرق النيلي وسبيكة الألمنيوم والتيتانيوم. طبعا الأزرق النيلي طبعا كان يستخدمه قدماء المصريين في تلوين التماثيل والبرديات، وبيستخدمه دلوقتي الجماعة أهالينا في النوبة في تلوين واجهات المباني والمنازل. سبيكة الألومنيوم والتيتانيوم بتستخدم طبعا في صنع هياكل الطائرات الحربية. هياكل الطائرات الحربية يعني الجسم الخارجي للطائرة الحربية. وطبعا هناك أسباب لاختيار سبيكة الألومنيوم والتيتانيوم لصنع هياكل الطائرات الحربية. اذكر مثالا واحدا لكل من. جزيء مركب عضوي يصل عدد ذراته إلى عدة آلاف. طبعا جزيء فيتامين د، جزيء هيموجلوبين الدم، جزيء بوليمرات البلاستيك. خاصية كيميائية. طبعا أحد الجزيئات اللي أنا قلتها دي، هو عاوز مثال واحد بس، أنا قلتها بثلاثة. خاصية كيميائية تستخدم في التمييز بين محلولين مختلفين. طبعا لون الراسب المتكون عند إضافة أحد الكواشف الكيميائية، أو استخدام ورقة دوار الشمس. وطبعا ورقة دوار الشمس هتعطي لون أحمر مع بعض المواد ولون أزرق مع بعض المواد، ولا تعطي لون أصلا خالص، هتبقى كما هي مع بعض المواد الأخرى. ادرس الشكل المقابل.
ثم أجب: ما اسم الجهاز الموضح بالشكل وفيما يستخدم؟ الجهاز ده فولتميتر هوفمان، يستخدم في التحليل الكهربي للماء أو فصل الماء كهربيا لعنصريه الهيدروجين والأكسجين. علل يصنف كل من الأكسجين والهيدروجين على أنهما عناصر، بينما يصنف الماء على أنه مركب، لأن كلا من الأكسجين والهيدروجين لا ينحل إلى ما هو أبسط منه بالطرق الفيزيائية أو بالطرق الكيميائية. أما الماء فيمكن فصل مركباته أو يمكن فصل مكوناته بالطرق الكيميائية زي التحليل الكهربي للماء، فيمكن فصل الماء إلى مكوناته اللي هي الأكسجين والهيدروجين. وبكده نكون خلصنا اختبارات كراسة الامتحان اللي بتعتبر مراجعة على الدرس الثالث المادة وخصائصها. كل الاختبارات والاختبار الشامل على الدرس. أنا عاوز الفيديو ده يبقى فيه 30-40 لايك طبعا عشان تشجعوا القناة على الانتشار وتساعدوها على الانتشار، وإن شاء الله نعمل لكم محتوى أفضل من هذا ونستمر في التقدم بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.